قانون الجذب عشان يشتغل صح محتاج كذا حاجة. مش محتاج بس ان انا شايفة ان انا استحق الهدف ده، محتاجة ان انا اشتغل على كذا حاجة. من اول الحاجات ان انا بتفادى ان انا استقبل مشاعر السلبية. في مشاعر سلبية بتجيلي من العالم الخارجي، انا لازم افهمها واتصالح معاها عشان ارمم شيء جوايا. فهي بتجيلي برسالة، مش بتجيلي بان انا اهرب منها او اتفاداها. رقم 2، غياب مشاعر حقيقية، بمعنى ان انا حطيت هدف قدامي، الهدف ده محتاج مشاعر، حماس، صدق، يقين، ايمان. لكن ان انا يبقى خوف، قلق، توتر، ده بيعيق ان انا احقق التارجت، ان انا لا استحق اصلا. رقم 3، ان في قوانين تانية لازم تكون متوازنة مع قانون الجذب. زي ايه؟ قانون الاستحقاق، الحركة، التخلي، التجلي، من قانون الوفرة وقانون الامتنان. كل ده لازم يحصل فيه توازن. انا معرفش حاجة عن القوانين دي، خش اقرا عنها بدام انت شايف انك تستحق الهدف. الحاجة الثالثة، ضعف الثقة بالنفس. انا شايف ان انا ضعيف من جوه، نفسي في الحاجة دي قوي، لكن انا ما عنديش ثقة في نفسي ان انا ممكن اوصل لها. كل ده بيعيق قانون الجذب انك توصل لهدف معين. اخر حاجة، عدم وضوح الهدف. انا دلوقتي عايزة اكون غنية كده من غير ما احط التفاصيل بتاعة الغنى بتاعي عاملة ازاي، فانا عايمة مش واضحة. فلو انا ركزت على كل الحاجات اللي انا قلتها دي في قانون الجذب هيشتغل صح، غير لما انا بحط تارجت وبسيب الحاجات اللي تحت التفاصيل بتاعته، فالهدف مش بيتحقق. فافضل اسعى كتير قوي ان انا عايزه احقق الهدف، رغم ان هو ما بيتحققش شهر 2 3، فببدا افقد ايماني بالهدف اصلا ان هو مش بتاعي. فانا لو ركزت في الحاجات دي مليون في المية التارجت بتاعك هيتحقق. اخر حاجه عايزه اقولها لك خالص، بعيدا عن الشروط اللي المفروض تحققها عشان قانون الجذب يشتغل صح، احنا لما بننوي نيه ان احنا محتاجين نحقق الهدف ده، انا حطيت نيه في الكون، فالكون لازم يحطني في اختبارات، انا قد النيه دي ولا لا، قد النيه اللي انا اتحطيت فيها ولا لا. زي مثلا ان انا اكون عايزه ابقى رئيس الشركه دي، طيب ما عشان اكون رئيس الشركه دي ناس هتأسفني، ناس هتتكلم عليا، ناس هتخزوقني، هيحصل لي مشاكل من كل حته، بس انا عيني على التارجت، فبالتالي انا بحقق القوانين كتيره والنقط الكتيره دي بدون حتى ما اكون واعي، لاني شايف ان انا استحق الهدف بجد. فلو ركزت في الحاجات دي، ولو ركزت ان في اختبارات كونيه انت بتتعرض ليها فممكن مع الوقت تزهق، فانت كده لا تستحق الهدف.